اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده كان متصور أول يوم العيد. عايزة أقول لكم إن احنا دلوقتي بعد العيد بيومين. عايزة أقول لكم إن أنا بمنتج الفيديو ده. يعني العيد ده قضيته كله نوم. الواحد كان طالع من رمضان هلكان بمعنى الكلمة، مش قادر يعمل أي حاجة خالص غير ايام العيد. صورت فيديوهات بس مش منتجتها، ما كنتش قادرة خالص بصراحة. الفيديو ده بتاع اول يوم العيد، بمنتجه بعد العيد بيومين. حتى فيديو مشتريات اللبس بتاعت هدوم العيد منزلاه متأخر، لاني والله العظيم كنت هلكانة جدا، مش قادرة امنتج اي فيديو خالص. كنت طالعة يعني من رمضان تعبانة جدا، وما كنتش بنام اصلا في رمضان. جيت في العيد بقى اخدته كله نوم. المهم، كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير يا رب. ده اول يوم العيد الصبح. ده الفطار كده. دي لحمة مفرومة جهزتها، عملتها بس ما جبتش طريقتها معاكم بصراحة لاني كنت هلكانة مش قادرة اصور. ده قبل ما ننام. الفطار ده كان بعد صلاة العيد على طول الصبح بدري، يعني كانت الساعة حوالي 7:30 كده الصبح. بعد ما صلينا العيد كده طلعت عملت اللحمة المفرومة. انا كنت جايباها من بالليل من عند الجزار. ده كيلو من اللحمة المفرومة. وبعد كده حطيته في التلاجة عادي، مش بجراله اي حاجة لتاني يوم. بعد ما صليت العيد الصبح بقى رحت مشوحاها في بصل وكمان طماطم وكمان فلفل. وبعد كده عملت معاها كمان بطاطس مقلية ومخلل وسلطة. وفطرنا بيها كده في العيش، كانت طعمها خطير جدا. حبينا نغير يعني في الاكل وكده. بس بقى يا حبايب قلبي، زي ما قلت لكم ده كان كيلو لحمة كنت جايباه من عند الجزار من بالليل، كيلو لحمة مفرومة يعني. وحطيته في التلاجة كده، مش بيجراله اي حاجه لتاني يوم عادي. حطيه في الرف اللي فوق. بس زي ما قلت لكم بقى عملتها الصبح كده بعد صلاه العيد على طول. افطرنا وبعد كده نمنا. نمنا حوالي الساعه 9 الصبح كده. بعد كده بقى هنصحى علشان نعمل الغدا. دلوقتي بقى بعد ما صحيت علشان اجهز الغدا، طبعا انا كنت مطلعه بط من الفريزر وكمان فراخ وسبتهم يفكوا. دلوقتي بقى هجيب حله كبيره هحط فيها ميه، وهقطع فيها بصلتين كبار، وهحط فيها ورق لورا وكمان حبهان وكمان شويه من بهارات اللحمه وكمان شويه من الملح وكمان شويه من الفلفل الاسمر. واحطهم على النار كده، وبعد كده هنزل فيهم البط والفراخ واسيبهم يتسلقوا. اول ما تبتدي تغلي كده بوطي عليها شويه، بعد كده بسيبها لحد الفراخ ما تستوي معايا كده. طبعا انا بوطي عليها علشان انا عايزه الفراخ تستوي من جوه كويس جدا، فبسيبها متوطي عليها. اول ما الفراخ تستوي معايا بطلعها. وطبعا بفضل سايبه البط بقى وبروح معليه على البط علشان يستوي. تعالوا بقى ما اقول لكم. دلوقتي جبت كيلو لحمه تاني. يعني انا الاول كنت جايبه كيلو لحمه الصبح مفروم، عملته الاول فطرنا بيه الكيلو اللحمه. وكنت جايبه كيلو لحمه تاني برضو علشان اعمله في صواني الرقاق. انا هعمل غدا النهارده، هعمل صينيتين من الرقاق، وكمان هعمل كفته الرز، وكمان هعمل بط، وكمان هعمل فراخ. عايزه اقول لكم انا كنت الاول هعمل كباب، بس بصراحه احنا زهقنا من الكباب في رمضان. انا طبعا صورته معاكم مره واحده بس في رمضان. بس انا عايزه اقول لكم ان انا عملت الكباب في رمضان اكتر من 4 مرات، بس ما صورتوش معاكم غير مره واحده بس زي ما قلت لكم. لاني بعمل معاكم طريقه مثلا وصفه الكباب، مش بعمل روتين اليوم كامل كل يوم. لا، انا بعمل مثلا النهارده طريقه عمل الكباب، بكره ممكن اعمله تاني، لا مش هصوره. الاسبوع الجاي هعمله تاني مش هصوره. كمان كان رمضان قصير جدا بصراحة، فاحنا عملناه اكتر من 4 مرات في رمضان فزهقنا منه. طبعا كفتة الرز مقرباله برضو، فقلنا ايه نعمل كفتة رز في العيد. تعالوا بقى ما اقول لكم انا عملت ايه. زي ما قلت لكم الاول حطينا البط على النار كده، وبعد ما يستوي الفراخ بطلعها، وبعد كده بسيب البط مع نفسه كده. طبعا دلوقتي مثلا هجيب حلة طاسة كبيرة اي حاجة، هنزل فيها بسمنة بلدي. انا عملتها بالسمنة البلدي بس. اول ما تسيح معايا هنزل عليها ببصل مقطعه كده مكعبات. بعد كده هفضل اقلب فيه كويس جدا لحد ما يدبل معايا. بعد كده هكون مقطعه كام قرن من الفلفل الاخضر كده، هنزل بيهم على البصل وافضل اقلب فيهم كويس جدا. اول ما يدبلوا معايا هنزل عليهم بكيلو من اللحمه المفرومه، وافضل اقلب فيهم لمده 3 دقايق كده. بعد كده هنزل عليهم بشويه من الفلفل الاسمر وشويه من بهارات اللحمه وكمان شويه من الملح، وافضل اقلب فيهم كويس جدا. اول ما تستوي معايا بطفي عليها. تعالوا بقى ما اقول لكم عملت ايه بعد كده. كان عندي صلصه في الفريزر، طلعتها وسبتها تفك، وبعد كده جبت حلة وحطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة وشوية من الزيت سخن كويس جدا. بعد كده نزلت عليها ببصل متقطع وفضلت اقلب فيها لحد ما دبل معايا. بعد كده نزلت عليها بالصلصة وسبتها حوالي 5 دقايق كده، فكت معايا خالص.
بعد كده تعالوا دلوقتي علشان نعمل صواني الرقاق. وريتكم الاول اللحمه اللي انا معصجاها بعد ما خلصت خالص، وزي ما قلت لكم ده كيلو من اللحمه كده معصجاه. دلوقتي هقسمه نصين، في الصينيه هنا نص كيلو، في الصينيه التانية نص كيلو. هجيب اول صينيه الاول هحط فيها شويه من السمنه، دي سمنه بلدي انا مسيحاها، مستخدمه كله سمنه بلدي النهارده. هجيب دلوقتي هسيحها على النار كده وانزل في شويه بالصينيه من السمنه البلدي. بعد كده هجيب الرقاق، همسك اول رقاقه كده في ايديا، وهجيب الكبشه في الايد التانية. هبدأ كده انزل عليها بشوربه خفيفه جدا، يعني همسك الرقاقه كده وامسك الكبشه واحط فيها شوربه وابدأ انزل كده اسقي الرقاق بالشوربه. امسك الرقاقه كده زي ما انتوا شفتوا، والكبشه التانية فيها شوربه، وابدأ كده ايه على الرقاقه واقلبها الناحيه التانية، اعملها نفس النظام. بس عايزه اقول لكم ما تعملوش عليها شوربه كتير، يعني يا دوبك كده تنزلي عليه بحبه من الشوربه كده بالكبشه خفيفه خالص، علشان انا مش عايزاه يتهري مني ويبقى متعجن، انا عايزاه يبقى مورق وخطير. انتوا شفتوني انا عملته ازاي قدامكم، انا عايزاه ولا يكون ناشف خالص ولا يكون طري، يعني مش يكون طري اللي هو ايه متعجن، لا انا عايزاه مورق وخطير كده. فزي ما انا قلت لكم انتوا شفتوني انا عملته ازاي. حتى الرقاقه كده كبيره على الصينيه، فانا بعمل ايه، بكسرها بايديا. لو خدتوا بالكم هتلاقيها ايه، ان انا بكسرها بايديا، اللي هو مش طري خالص متعجن معايا، لا ده هو بكسرها بايديا كده علشان اعرف افرده في الصينيه. طبعا لو الرقاقه عندك على قد الصينيه، يعني اول رق انا حطيته كان عادي على قد الصينيه، في كذا رق برضو انا حطيتهم كانوا على قد الصينيه، بس طبعا الرقاق مش كله مقاس واحد. فطبعا بعد ما ببله بالشوربه بحطه كده، وبعد كده بدهن من على الوش كده سمنه بلدي بالفرشه او بالمعلقه، سمنه بلدي كده على الرقاق من فوق. وبعد كده احط الرقاقه التانية اللي هي الطبقه التانية، وبعد كده ادهن سمنه بلدي. انا حطيت 4 رقاقات تحت، وكمان بعد كده حطيت اللحمه المفرومه و4 فوق. عايزه اقول لكم ان كل بين راق وراق هنحط سمنه بلدي، يبقى تاني جبنا صينيه وحطينا فيها سمنه بلدي. بعد كده اول رقاقه مسكتها بليتها بالشوربه زي ما قلت لكم، فردتها في الصينيه. بعد كده عملت من فوق كده سمنه بلدي، بعد كده حطيت الطبقه التانية من الرقاق ودهنتها سمنه بلدي، بعد كده الطبقه التالتة، بعد كده الطبقه الرابعه، وبعد كده حطيت اللحمه المفرومه. بين كل رقاقه والتانية اهم حاجه تدهني سمنه بلدي علشان يطلع مورق معاكي. بعد ما حطيت اللحمه المفرومه عملت برضو من فوق اول رقاقه برضو ودهنت سمنه بلدي، بعد كده تاني رقاقه وسمنه بلدي، تالت رقاقه وسمنه بلدي، رابع رقاقه وسمنه بلدي. بعد كده طبعا الرقاقه اللي بلاقيها كبيره بكسرها بايديا واظبطها في الصينيه. بعد كده هرش سمنه بلدي على الوش، وبعد كده هشغل الفرن من تحت، هسيبها الاول 5 دقايق على الرف من تحت، بعد كده هرفعها فوق واسيبها تستوي على نار هاديه، علشان انا عايزه الرقاق يستوي من تحت ومن فوق وكمان من جوه، فلازم تسيبيها على نار هاديه. بعد كده اول ما تستوي من تحت وتاخد وش تحمير من تحت كده، هتفتحي عليها الشوايه من فوق تاخد وش تحمير من فوق. البط بعد ما استوى هو الفراخ طلعتهم دهنتهم سمنه بلدي من فوق ودخلتهم الفرن كده على الشوايه ياخدوا وش تحمير، وعملت عصير مانجا وكمان ده الرقاق. تعالوا اقول لكم انا سويت الكفته ازاي. الصلصه زي ما قلت لكم بعد ما سبتها 5 دقايق كده على النار نزلت عليها بشويه من الشوربه، وكمان حبهان ورق لورا وبهارات لحمه وكمان شويه من الملح وكمان شويه من الفلفل الاسمر، سبتهم يغلوا شويه كده. بعد كده كان عندي كفته كنت مصبعه وعاملاه في الفريزر. بعد ما صبعت الكفته قليتها الاول في زيت، بعد كده سبتها ايه تبرد شويه كده وحطيتها في اكياس وحطيتها في الفريزر. انا كنت عاملاها قبل العيد بحوالي 3 ايام كده، وحطيتها عادي في الاكياس وفي الفريزر مش بيجرى لها اي حاجه خالص. بس يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم نزلت بالكفته كده في الصلصه وسبتها تغلي كام غلوه كده حوالي 4 غلوات كده، وبعد كده طفيت عليها. وطبعا زي ما قلت لكم انا سويت الرقاق ازاي. ودي الكفته على فكره اللي في الاطباق دي مش الكفته كلها، انا كنت مصوره لكم دلوقتي الكفته اللي باقيه في الحله دلوقتي يعني. طبعا زي ما قلت لكم الاطباق دي مش الكفته كلها، لسه في الحله كفته كتير. ودي صواني الرقاق اهو، وعملت كمان عصير مانجا وكمان عملت شوربه شعيره وكمان البط والفراخ. عايزه اقول لكم انا عملت دكر بط ونص فرخه ليه، علشان يا اخ ما بحبش البط خالص، بحب الفراخ يعني ما برتاحش في البط، فقال انا مش هاكل بط اعملوا لي انا فراخ. فعلشان كده عملت بط وفراخ. وده عصير مانجا زي ما قلت لكم، دي صواني الرقاق وده الكفته ودي شوربه شعيره. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان